بالله العظيم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهي مثل المنام أراها تمر أيام عمري. بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري. وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري. يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري. يا أيها الناس توبوا من كل ذنب ووزر العمر يجري سريعا مثل الغزالة تجري. يا نفس توبي فإن الموت قد حال. واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. لنا في كل يوم ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأصلي وأسلم على معلم البشرية الأول حضرة النبي العربي الهاشمي القرشي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن خليل ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فارس ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن ندار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون في كل بقعة من بقاع الارض يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في ليلة تكريم اطيب الرجال واحب الرجال رحمة الله عليه فقيد آل الحفناوي بقرية مندلية الصغيرة حق ابراهيم احمد الحفناوي. الله اسأل ان يجعل ثواب ما نقرأه في هذه الليلة نورا يتقاطر عليه في قبره وان يجعل مرضه في ميزان حسناته وان يشفع فيه الصيام وان يشفع فيه القرآن وان يحشره في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مستشرقين الاستاذ محمد ابراهيم الحفناوي الاستاذ حفناوي ابراهيم احمد الحفناوي حق علي احمد الحفناوي الاستاذ حمدي احمد الحفناوي حق السيد احمد الحفناوي مهندس عبد الله احمد الحفناوي حق علي ابو
علي الحفناوي، استاذ صلاح الحفناوي، استاذ محمد بك علي الحفناوي، مستشار محمد السيد الحفناوي، السيد الدكتور احمد السلاوي، وجميع عائلات قرية مندليه الصغيرة يقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من اتى مشاركا الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة، نقيب قراء محافظة الشرقية وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وقيصر الاذاعة المصرية الشيخ محمود علي حسن يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم في آياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك حبيبي. عودك. الحمد لله حبيبي. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا
قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صدق الله العظيم سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض
يا رب. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما يا رب. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما وعنده علم الساعة
الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. صدق الله العظيم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم
فاصفح عنه وقل سلام فسوف تعلمون. اصبح عنه وقل سلام فسوف تعلمون. والكتاب المبين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب
اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. من خواتيم سورة الزخرف وصدر سورة الدخان ونقيب قراء محافظة الشرقية وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وقيصر الاذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، تكليما لاطيب الرجال واحب الرجال رحمة الله عليه الحاج ابراهيم احمد الحفناوي، السلكين الاستاذ محمد ابراهيم، الاستاذ حفناوي ابراهيم، الحاج علي احمد الحفناوي، استاذ حمدي احمد الحفناوي، الحاج سيد احمد الحفناوي، مهندس عبد الله احمد الحفناوي، مهندس مؤمن الحفناوي، حاج علي ابو علي الحفناوي، استاذ صلاح الحفناوي، استاذ محمد علي الحفناوي، مستشار محمد السيد الحفناوي، وآل الحفناوي الكرام جميعا وجميع عائلات قرية مندليه الصغيرة، وايضا السيد الدكتور احمد الشناوي، وايضا علم الواجب الحاج محمد ابو رشاد، يقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من اتى مشاركا الاسرة الكريمة. شاكر العالمي مهندس نبيل عبد المنعم، مهندس الصوتية سجاد زبلة، اصول الضيافة والفراشة مهندس سعيد عبد اللطيف المرومي، المنشية الجديدة، علم الإنارة بجمهورية مصر العربية، العالمي مهندس ضياء عبد المنعم سجاد زبلة، العالمي متر عبد الحليم بهجة واجب الضيافة كفر حمام، المداخل والتشريفات كابتن رابي كفر حمام، دس الهواء والتصوير مهندس اشرف حسين الحرين.